لأنه كان أعلم الخلق بالله. العلم الحق يورث صاحبه التواضع والخشية والربانية الحقيقية، وهذا هو سياق القرآن. كلما ذكر العلم وكلما ذكرت الربانية في الكتاب والسنة. ومن أشهر الدلالات على ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، على الحصر، أي العلماء الكمل الحقيقيون هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية. وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله جل وعلا العلماء هنا، قال: هم العلماء بالله، وليسوا العلماء بأمر الله فحسب، لأن العالم قد يكون عالما بالله عالما بأمر الله، وقد يكون عالما بأمر الله غير عالم بالله. وقد أشار إلى ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وغير واحد من تابعين كسفيان الثوري وغيره. ولا يكون العالم عالما حقا حتى يجمع بين الأمرين، أن يكون عالما بأمر الله عالما بالله. والعلم بأمر الله إنما هو العلم بالتكاليف، أي الأمر التكليفي، مما هو طلب الفعل وطلب الترك، أي العلم بالشريعة. ولا يكون عالما بالله إلا إذا كان يقدر الله قدره ووقر بقلبه كل معاني التبتل من الربانية. وهذه الحقائق إنما تؤخذ من العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ما ذكرت قبل قليل من معنى الربانية الوارد في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالدارس الحق والتالي الحق، المتعلم الحق والمعلم الحق للكتاب تلاوة ومدارسة، هو الذي يكون ربانيا. فإن لم يستثمر ولم يجني ثمر الربانية فما قرأ الكتاب ولو استظهره كله، ولا درسه ولو علم بكل أحكامه، لأنه لا يعد أن يكون عالما بأمر الله غير عالم بالله. الفقه في الدين على حقيقة الأمر هو هذا هو الفقه في الدين. لا يسمى العالم فقيها في الاصطلاح الشرعي، دعك من استعمال الناس وعاداتهم. هذا اللفظ الآن يعني مهضومة مظلومة. أحيانا تلقاه كاهن ساحر لا يقرأ كتابا من كتاب الله ولا يخطه بيمينه ويسميه الفقيه وهو إبليس. لا، نتحدث عن الفقيه الذي قصده الله جل وعلا في القرآن، والفقيه الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، والذي هو الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت مسلك ذلك ما أشرت إليه قبل قليل من معرفة دلالات الكتاب والسنة وقدرة الاستنباط منهما، وهو يعني فقههما ومقصدهما، تعرف مقاصد الأحكام، والقدرة على تنزيل ذلك في واقع الزمان والمكان، وهو المسمى بالحكمة. أي إذا لك قدرة على فهم الكتاب والسنة شيء حسن، لكن لا قدرة لك على تطبيق تلك الأحكام على ما يقتضيه الزمان والمكان بالتقديم والتأخير ومعرفة مراتب الأولويات، فهذا ضد الحكمة. وإنما الحكيم من يتقن ذلك كله. الله أكبر. فهذا المعنى إذن الذي به تكون الحكمة، أنك تستطيع أن تتعلم العلم بحقه، وتستطيع أن تعلمه بحقه، وأن تنزل الأحكام منازلها بما لا يفقدها مقصدها وغايتها. فذلك هو تمام العلم وحقيقة الفقه الذي تجتمع فيه المعرفة بطريق أو طريقة
تطبيق تلك المعرفة، وهو المعنى الذي يجمع في كلمة واحدة هي الحكمة. وما من حكم من أحكام الله جل وعلا كان من الواجبات أو من المحرمات أو من المندوبات أو من المكروهات أو من المباحات إلا واحتاج المؤمن إلى حكمة في طريقة التعامل معه، من حيث الاستثمار ومن حيث التنزيل والتطبيق. ولا يجوز أبدا أن يتعامل مع أحكام الله بصورة عبثية عشوائية فوضوية تتحكم فيها الأهواء والرغبات الشخصية في كثير من الأحيان. وقد يكون الحكم في حد ذاته حقا، لكن طريقة تنزيله وتطبيقه وتصريفه بين الناس تكون باطلا بسبب انعدام الحكمة. وسأعطي أمثلة. لماذا شرعت الأحكام؟ لماذا شرع الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، الأحكام الخمسة؟ لماذا شرع؟ إنما هي كما بينا غير ما مرة علامات تبين للسائر إلى الله منهج السير، حال علامات الطريق بالنسبة لسائق السيارة. تجد علامة تحذرك وتنبهك إلى منعرج أو عدة منعرجات أو إلى مكان ضيق مضيق أو إلى منخفض أو إلى عقبة مرتفع أو إلى آخره. هذه الأحكام. أنت سائر إلى الله عز وجل بالعبادة والأحكام تحذرك، احذر لا تلتفت إلى هذه الجهة فقد تقع في هاوية، هذا محرم. أو مثلا تطلب منك أن تجد السير في هذه العقبة فهذا واجب، لابد من اقتحام هذه العقبة، وهكذا. إذا كانت الأحكام كذلك فما طبيعة تنزيلها وتطبيقها على النفس وعلى الناس؟ طبيعة ذلك أنها أحكام تربوية، وهذا مع الأسف الذي غاب عن كثير من طلبة العلم في هذا الزمان. الأحكام التكليفية في أصل وضعها وغاية تشريعها أحكام تربوية بالدرجة الأولى وبالقصد الأول. وعلم أصول الفقه هو الذي يدرب الإنسان على هذا الأمر ويبين له أولويات التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون بالمثال يتضح المقال. لما أذكر هذا الكلام؟ قد تجد الشخص الآن يغضب من أحدهم، يعني أساء العمل، ربما وجدت شخصا شرب الخمر أو زنى أو أكل مالا حراما أو ترك صلاة أو فعل شيء من الأشياء، وهذه من أمهات الفضائل وأمهات الرذائل. يحتمل أن تعامله بمنهجين إذا أردت أن تنطق بالحكم: إما أنك تنبهه على أن هذا الذي صنعه من ترك الواجب أو فعل المحرم جريمة كبرى في الدين وكبيرة من كبائر التشريع التي شرعها الله عز وجل حظرا ونهيا، بأسلوب قد يكون فيه نوع من التحقير ونوع من التعيير والسباب والشتائم من حيث قد لا تنطق بها. كاين اللي يمكن لك تعايره بلا ما تعايره، يكفي أنك يعني تذكر له حكم شرب الخمر بنوع من التعنيف الذي فيه شيء من الهوى. شنو هذا الهوى؟ أي أنك تجد لذة في أن تصفه بما وصف الله جل وعلا شارب الخمر أو وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدق أمور العلم في مجال التربية بأحكام الشريعة، لأنه بالمقابل سيتضح المقصود. ممكن شخص آخر يتعامل بالاحتمال الثاني: نعم شرب الخمر كبيرة، لا شك في هذا،
نعم، ترك الصلاة من أكبر الكبائر لا شك في هذا، وقد اختلفوا في إسلامه وكفره على ظاهر الحديث. الحنابلة يكفرونه وجمهور